بنتك ما تروحش بيت واحده صاحبتها عايزاها تيجي تنورنا، اهلا وسهلا. صاحبتها مش عايزه تيجي، ما تجيش. لكن انا اسيب بنتي تروح لاصحابها؟ الله اعلم بيوت اصحابها ده فيها ايه. فيها راجل عينيه طويله، في ليها اخ ولد ايده طويله. ايده طويله مش يعني حرامي، ايده طويله تتمد على بنتي، تتمد على جسم بنتي. الله اعلم بيت صاحبة بنتي دي شكله ايه. مهما اكون عارفه مامتها، مهما اكون عارفه ادابهم، مهما اكون عارفه اخلاقهم، بنتي اعودها من وهي صغيره. مش هسيبها فتره الابتدائي كلها بتروح لاصحابها البيت واجي في الاعدادي اصحى وافوق. لا، من وهي في ابتدائي حبيبتي ما بنروحش عند حد. اللي عايزنا يجينا، واحده صاحبتك عايزه تجيلك اهلا وسهلا. انا ضامنه نفسي، مش ضامنه غيري. طب ما هو الناس برضه هيفتكروا علينا كده، يفتكروا حقهم. واخده بالك؟ حقهم كل ام تخاف على بناتها. انتي تعودي بنتك التعويره دي من وهي صغيره. عارفه بقى البنت دي اما تكبر لا ست رزينه كده، ما بتتنططش في البيوت. ما الموضوع ده عاده برضه. كوني معوده بنتي كده من الصغر، تتجوز تبقى ست كده رزينه في بيتها، ما بتروحش هنا وهنا وهنا وهنا. لا 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 لا، ست كده تبقى بتاعت بيتها وعندها قوانين برضه. خلوا بالكم من الحاجات دي. وبرضه للولد خلي بالك، انا ما بقولش ده للبت بس، برضه للصبيان. حبيبي احنا ما بندخلش شقق حد. روحش ابني اسيبه كده ولا كده يتعلم حاجه من هنا، يلاقي حد بيعمل حاجه فيعمل زيه. يعني انا ما اعرفش